السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. اول حاجه بقى نعملها النهارده ان شاء الله السندوتشات. انا بقى بمسك الفينو كله بقطعه كده وكله يعني، وبعدين احشي. اكيد طبعا كلكم شفتوا الفيديوهات بتاعه اللانش بوكس اللي بيحطوا فراخ ومحشي. ولا وشفت فيديو تاني ايه حاطه كوارع، بس انا بقى ايه اللي هي الفيديوهات التريقة اللي هم يعني ايه بيتريقوا على الحاجات اللي هم بتموت من الضحك، من يعني كلامهم، الكلام اللي هو بيعلق على الفيديو. بصوا بموت كده من الضحك. احنا اخرنا جبنة مربى حلاوة، مفيش الكلام ده. ده بيهزروا، هم اكيد بيهزروا، مش معقولة يعني حد بيعمل كده، يعني مفيش حد ياخد كوارع المدرسة. لا شفت بقى واحدة تانية بتتريق بتقول ايه، انا قايمة من الصبح من بدري شويت سمك. اللي احنا هنقوم الساعة 6 الصبح نشوي سمك، يعني حاجة بصراحة مسخرة. هنا بقى قطعت خيار، الحمد لله سولي رجع بالخيار، سولي لو كنتش لا خيار ولا فاكهة ولا اي حاجة، بس انا عملت اللي عليا. لكن ساندي عادي تاكل الخيار عادي، يعني مفيش مشكلة. هنا بقى حطيت لكل واحد كوبشة من الخيار اللي انا قطعتها، واديني قفلت. دايما اللانش بوكس بتاع ساندي ده يغلبني في القفل. خلاص انا بقينا ايه خلصتهم وازازة ساندي. وهنا بقى ايه الحمد لله بعد احباب الله ما مشيوا فاضل معايا حبيب. هنا سلقت بيضتين وبيضة اتكسرت، وحطيت جبنة وعسل، وده ليمون اللي انا عاملاه مخلل. وطبعا الاستاذ شاي بلبن، وقعدت افطر انا وهذا الحبيب. هذا الكائن. الواد سولي مديله بيشلف في وشه، فربنا يهدي. بعدين بقى خلصت ترويق ورحت اجيب سند من المدرسة. هنا بقى نعمل الغدا، جيت بقى من المدرسة عشان ايه نعمل الغدا النهاردة، نعمل فراخ مشوية. فانا قطعت بصلة وطماطم. بصوا ديت لفرخة يعني، بصلاية وطماطمتين او 3 وفلفل. طبعا عشان احباب الله مش هينفع نحط فلفل حراق يعني، فانت لو عايزاها سبايسي ممكن تحط ايه فلفل يعني، واحدة فلفل كده. وبعدين بحط زيت، معلقتين كبار زيت ومعلقة ملح، وعلبة زبادي. حط طبعا بقى، بصوا انا عايزه اقول لكم ان الزبادي ده بيخلي طعم الفراخ حلو قوي. حتى الصوص بتاعها كمان بيبقى طعمه جميل. حطيت بقى الزبادي، وبحط معلقتين كبار زيت ومعلقة خل، وبنضرب بقى ايه كل الكلام ده في الخلاط. انا حطيت الملح. انا حطيت الملح الخل. انا تهت ولا ايه؟ حطيت الخل وبعدين ضربتهم في الخلاط. وبعد كده بقى احط ايه البهارات، حطيت ملح وفلفل اسود، رشة كمون، رشة جنزبيل. بصي كل البهارات اللي عندك، بهارات فراخ، كاري، كركم، اي بهارات الفراخ بتحب البهارات فبتديها طعم حلو. حطيت بقى ايه كل البهارات اللي عندي، وحطيت قرنفل برضو بيدي طعم حلو. وبعد كده بقلب بقى المكونات دي كويس. وعلى فكرة ممكن تحط يعني الحاجات ده في الخلاط، بس انا مش عارفة ليه يعني نسيت تقريبا او كده. فعادي ممكن تحط الملح والبهارات وكده في الخلاط وانت بتخلط البصل والطماطم. وبمسك بقى الفراخ بديها كده ايه شقة كده علشان تشرب من التتبيلة. طبعا انت لو عملت مثلا الفراخ دي كده من بالليل وعملتها الصبح، يا على الطعم بيبقى، بصوا طعمها قمر كده قمر. بصراحة بيبقى طعمها جميل جدا. انا حطيت بقى، انا بصراحة سبتها ايه تقريبا ربع ساعة، يعني ربع ساعة تلت ساعة بالظبط كده. على طول، ما يعني ما قعدتش كتير، فبس كانت حلوة برضه. وجبت بقى ايه، جبت صينية وحطيتها بقى الفراخ والتتبيلة بقى بتاعتها كده بحطها على الوش بالشكل ده. وبقى ايه بحط معلقتين زيت كده من على الوش عشان ايه تدي للفراخ لون حلو يعني. وبحطها بقى ايه في الفرن. هنا بقى ايه قلت اما اعمل صينيه كيك. هنعمل بقى صينيه الكيكه. انا عملتها بيضه واحده بس وكانت جميله.
عادي على فكرة، انا كتير قبل كده عملت فيديوهات صينية كيكة ببيضة واحدة بس، يعني حتى لو ما عندكيش بيض ممكن تعملي ببيضة بس، تبقى صينية يعني صغيرة مش كبيرة اوي، بتبقى حلوة برضو. فانا حطيت البيضة، وحطيت فانيليا، وكوباية سكر، وبحط كوباية لبن، واقلب اقلب 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 المكونات دي مع بعضها. شوفوا سريعة انا ازاي. قلبت بقى المكونات، وبعدين احط كوبايه زيت. طبعا الزيت بيخلي الكيكه كده ايه، زي تحس انها ايه فلافي كده. وعلى فكره ممكن تحطي يعني تحطي نصها زيت ونصها سمنه، برضو بيبقى طعمها خطير. وهنا رشه ملح بسيطه خالص كده، يعني زي تمن كده، تمن معلقه كده او اقل كمان، يعني عارفين رشه كده ما بين ايديك. وبعدين حطيت كوبايتين دقيق، وقلبت ومعلقه بيكنج باودر معلقه كبيره. وبعد كده بقى قلبت المكونات، ولو حسيتي بقى ان مثلا العجينه تقيله بتخففيها بشويه لبن او ميه. لو حسيتي ان هي خفيفه بتزوديها ايه مثلا معلقه دقيق او كده. انا لقيتها يعني تمام كويسه، ما زودتهاش اي حاجه خالص الحمد لله. فانا قلبتها ولقيتها بقى ان هي سمكها مظبوط. دايما الكيكه لا تبقى خفيفه قوي زي الكريب ولا تبقى تقيله، يعني ايه تبقى وسط كده ما بين الاتنين كده، بتطلع معاكي كيكه حلوه يعني. جبت بقى صينيه ومسحتها، اديتها كده مسحه زيت. وبعدين بقى احط الكيكه. طبعا اساسا هو انا كنت خلصت الفراخ، يعني يا دوبك كنت طلعت الفراخ من الفرن. فلما تيجي مثلا هتشتغلي في الكيكه، بتولعي الفرن يسخن قبل ما تحطي الكيكه. هنا بقى بديها خبطتين كده عشان اطلع منها فقاعات الهواء، وبحطها بقى في الفرن. هنا بقى انا هوريكم ساعة ما كنت بحط بقى الغدا. هنا حطيت الفراخ، بصوا بقى شكلها جميل ازاي، طعمها تحفة. والصوص بقى بتاعها ده بيبقى جميل جدا. اه انا حطيته بقى في طبق عشان اللي يعوز بقى ياكل منه، بصراحة بيبقى جميل. هنا بقى انا غرفت الرز، انا استاذه في عمايل الرز. بص انا الرز عشان يبقى طعمه حلو تحط له حبه لبن بس، بيدي طعم حلو شويه، يعني كوبايه لبن نص حتى، بتفرق جدا في طعم الرز. هنا بعد ما خلاص بقى ما اتغدينا، جيت بقى الكيكه بقى خلاص طلعتها وسبتها بردت شويه، وبعدين بقى قطعتها زي ما انتوا شايفين كده. بهذا الشكل الجميل، مع كوبايه شاي بقى، مع كوبايه قهوه عشان نعدل الدماغ. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك، وتشتركوا في القناة لو ما انتوش مشتركين. وكده يبقى الفيديو خلص. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. دمتم في امان الله.